تعالى نرسم بنت صغيرة شايلة دبدوب أو شايلة أي حاجة بتلعب بيها. احنا طبعا اتفقنا إن احنا بنقسم الجسم للراس والجسم بقى من تحت، بنقسم جسم الإنسان عامة، وبنقسم من النص. يبقى عندي الجزء العلوي من الجسم والجزء السفلي من الجسم، وادي الجزء السفلي اللي هو الرجلين، وتفاصيل بقى الدراعات. وخلي بالك الدراعات بتنزل من عند الكتفين، دي حاجة مهمة جدا دايما بنأكد على ده. طبعا في رقبة بقى، سواء بقى طويلة سواء بقى رقبة قصيرة، سواء ممكن تنزل بالراس على الجسم كله فيبان ان مفيش رقبة، عادي مفيش مشاكل. هو بيبقى في رقبة بس بتبقى قصيرة. وادي كف الايد وادي القدم. تمام. دي بمنتهى البساطة تقسيمة الجسم، وشرحناها قبل كده في فيديوهات قبل كده كتير. طيب تعالى بقى نرسم بنت صغيرة كده. انا اول حاجة لما اجي ارسم طفل، بكبر الراس، بخليها اكبر من الجسم. طفلة، هرسم طفلة هتبقى لابسة مثلا عباية أو فستان أو حاجة، فهيبقى مش هقسم التقسيمات دي كلها، ولكن لازم آدي الراس وآدي الجسم من تحت اللي هو بقى إيه، بقية الجسم. طبعا متقسم بقى إيه النص كده، في جزء علوي من الجسم، في جزء سفلي من الجسم، والكلام الجميل ده كله. لكن هو كله حتة واحدة. وآدي الرقبة. هبتدي أشتغل على ملامح الشخصية بتاعتي، بعمل علامة زائد اللي هي اللي انت زهقت من كتر ما بنتكلم فيها، لكن برضو مضطرين نتكلم فيها كتير جدا. ادي الخط اللي بالعرض، برسم هنا العينين جنب بعض. ولما اقول لك العينين جنب بعض دي بديهيه وكل حاجه، ولكن انت لما تيجي تتكلم مع نفسك في الرسمه اللي انت بترسمها، شوف انت من يوم ما اتولدت وانت بتتفرج على ناس العينين جنب بعض عادي، لكن لما تيجي ترسمها هتلاقي نفسك متلخبط مش عارف. فمهم جدا ان انت تتكلم مع نفسك في كل تفصيله، في كل كبيره وصغيره، مهما كانت بديهيه، مهما كانت حاجه مش محتاجه، يعني مش اختراع يعني. عندي هنا عين وهنا عين. المناخير في النص، بتكلم مع نفسي عادي جدا كأني بشرح لواحد أول مرة يشوف بني آدم في حياته. وآدي البق. طيب الدراعين هينزلوا من عند الكتفين. خلي بالك في ناس بتطلع الدراعات من عند البطن كده، احنا مش عاوزين بقى ايه، خلاص نرجع للنقطة دي. عندي ادي دراع وادي دراع. الرجلين عندي في رجلين ولكنها ايه، تحت الفستان ده او تحت العباية دي او ايا كان. الرجلين اتنين، ولكن القدم من تحت بس هي اللي باينة. فانا مش عاوزها برضو واقفه انتباه كده، انا عاوزها مثلا تبقى شايله دبدوب، شايله اي حاجه. فهاتني الدراع من عند الكوع. فاكر لما قلنا حركه ان انت بتتني الدراع او بتتني الرجلين من عند الركبه والكلام ده كله؟ انا هاتني هنا من عند من عند الكوع، علشان يبقى ادي جزء من الدراع والجزء التاني. ممكن اخليه كله ما يبقاش زاويه قايمه كده زي ما اتكلمنا في فيديوهين قبل كده. هخليها قوس كده، بحيث ان انت بقى تتخيل ان في هنا ايه، كوع. وادي الدراع التاني، ونحط مثلا دبدوب هنا كده. شوف انا كده ايه، قسمت الدنيا عندي. طبعا اهم ما يميز البنوتة ان شعرها بيبقى طويل ولها تسريحة معينة. مثلا ادي القصة من قدام، ونخلي مثلا شعرها نازل ايه، بالشكل ده كده. العينين والمناخير والكلام ده كله مهم جدا. يبان الفرق بين المذكر والمؤنث. قلنا قبل كده بنرسم العينين والملامح بتاعت المذكر عادي، بنرسمها براحتنا، بنرسم عين كده عادي وكل حاجة. لكن لما اجي ارسم بنت لازم يكون فيها نعومة شوية، فلازم ايه، تكون. بص انا حاسس حاجه انا هرجع فيها دلوقتي. علامه الزائد اللي انا عملتها، انا حاسس ان انا ايه، طلعت الخط اللي بالعرض فوق شويه فاداني ملامح كبيره شويه، فانا عاوزها برضو تبان طفله. فانا هنزل بالخط اللي بالعرض، فهعدل بس معلش الحته دي. هخلي العينين بدل ما هي فوق كده، لا اخليها تحت. والمناخير هتنزل تحت والبق هينزل تحت، ونطول بقى الشعر من فوق كده. تمام. وانت بتسكتش عادي جدا ان انت ترجع في الخطوات اللي انت بترسمها. طيب هعمل ايه، اجيب بس ايه قلم يكون خطه ناعم شويه عشان يبان نعومه العينين مثلا. خلي العين ايه، تبقى زي الايه، قوسين كده متقابلين ولكن مايلين في ميلان شويه، بحيث ان العين تبقى ايه، بسحبه كده شويه. نن العين لما بيبقى كبير بيدي احساس بالكيوت اكتر. نن العين اللي هو البؤبؤ الاسود او يعني ايه، الجزء الاسود في العين جوه. احنا بنقول عليه نني، ففي ناس بتقول عليه البؤبؤ، مفيش مشاكل. الحواجب نخليها حواجب ناعمه، ما تبقاش حواجب غليظه زي الشخصيات اللي كنا بنرسمها قبل كده. الرموش نطور لها مثلا ايه، الرموش من هنا ومن هنا.
المناخير برضه نخليها صغيرة، لما بنرسم شخصيات ذكورية بنكبر المناخير وبنشلفط الشلافيط والدنيا بتبقى ايه براحتنا خالص، يعني احنا عادي. لكن بترسم حاجة مؤنث، ودي بتنفع جدا لما تيجي ترسم جماد وانا عاوز ابين ان هو مؤنث من غير ما ارسم باقي تفاصيل البنت من شعر طويل والكلام ده كله. لكن من خلال بس الملامح، ونشوفها في الافلام الكرتون كتير جدا، تلاقي مثلا شجرة وعايز ابين ان هي مؤنث، فبتبان من الملامح اللي بتترسم بس. وادي الشفايف نعمل لها كده ايه، عارف انت زي الحرف ام كده مفتوح قوي، بحيث ان تدي رسمة للشفايف. والودان طبعا هي مش بتبقى باينه قوي، بتبقى يعني تحت الشعر، ولكن برضو مهم ان انا اتخيل مكانها، علشان لو رسمت مثلا حلق كبير كده بعرف ان هو نازل منين، من الودن دي والودن دي. حابب ان انا بقى احبر الكلام ده كله بالقلم الاسود علشان هيبان التفاصيل اكتر. يا رب بس اكون ايه قدرت اوصل الدنيا بشكل ظريف. انت لو في حاجة، في مشكلة مثلا في شرح حاجة معينة، حسيت ان انا تخطيت حاجة معينة او عدت عليا، ممكن ايه تنبهني، مفيش مشاكل. احنا المهم بس ان ايه، مفيش حد يبقى بيتفرج على فيديو احنا بنعمله ويطلع من غير ما يستفيد حاجة. المناخير الصغيرة، وادي البق ايه، خليه كده. ادي الرقبة. ايه الدبدوب نسينا نعمل تفاصيله، ولكن عادي ممكن نعمل ايه اي شكل كده دمية. الارض اللي هي واقفة عليها مهم جدا ان انا احدد الارض دي علشان يبقى الرجلين جنب بعض، وفي مكان يعني ايه احس ان الشخصية واقفة مظبوط، مش مايلة كده ولا كده. قد بس تأثير الشعر ده. تمام. بعد بقى ما رسمت بالقلم الاسود، مهم جدا ان انت تمسح الرصاص ده كله بالاستيكه. عاوز تلون بقى بالوان خشب عادي جدا. بص انا هلون معاك بس ايه جزء العبايه ده او جزء الفستان ده. انا بلون عادي جدا علشان بس طريقه التلوين ومش طريقه التلوين، انا بلون عادي جدا. مهم ان انت ما تخرجش بره الحدود ايه السوداء بتاعتك. شايف الدراع ده جاي منين؟ انا نسيت اعمل الدراع كامل جاي من هنا. ده مهم جدا. وانت بتلون ما تخرجش بره الخطوط السوداء، وفي نفس الوقت خليك في اتجاه واحد على قد ما تقدر. في اتجاه واحد بيدي شكل ظريف، يعني ما بيبقاش ايه غير اما تعمل شخبطه مره كده ومره كده ومره كده ومره دواير. يعني في ناس الحمد لله بدأت انها تشتغل معانا، ومن كتر الحماس بقى قال لك لا انا عايز الون بقى كمان، فده حاجه حلوه جدا. وانت كمان بتشجعنا على فكره، انت لما بتمشي في ايدك بتمشي معانا في الموضوع، فغصب عني انا لازم بقى ادوس معاك بقى، خلاص ما احنا فاهم. فتمام عشان بس ما اطولش الفيديو، فتمام كده بس فكره بسيطه ان شاء الله تكون فرقت معاك في حاجه.